السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. فيديو جديد على قناتكم تعلم سوفت وير. كان في ناس كلمتني على أداة انلوك تول إن أنا شرحت منها الجزء الأول وما كملتش بقية الأجزاء. فالنهاردة إن شاء الله هنشرح مع بعض الجزء التاني. كنا اتناولنا في الجزء الأول التعامل مع أجهزة شاومي. النهاردة إن شاء الله هنتكلم على التعامل مع أجهزة سامسونج، ولو في وقت إن شاء الله ممكن نكمل في نوع تاني أو براند تاني. طب لو جينا كده بصينا، ادي الاداه بتاعتنا. فوق هنا التابات، احنا اتكلمنا على شاومي، خلاص هنتكلم على سامسونج. لو دوسنا على سامسونج كده هيبدأ يظهر لنا الأجهزة المتاحة. ادي الأجهزة المتاحة قدامنا، كل دي أجهزة متاحة على الأداة. طيب، هنقسم الأجهزة. احنا عندنا 3 أنواع من الأجهزة هنا في الأداة. أي جهاز مكتوب قدامه بالأخضر كده ADL، معنى كده إن الجهاز ده المعالج بتاعه كوالكم، وده هنتعامل معاه عن طريق التست بوينت او عن طريق الكابل المعدل. وانا شرحت لك قبل كده ازاي تعمل كابل معدل. خش كده في الفيديوهات بتاعتي هتلاقي في، كنت بشرح مرة على جهاز سامسونج اي 20 اس وعملته بالكابل المعدل، وشرحت طريقة عمل الكابل المعدل. طب لو الجهاز قدامه بالاحمر كده بروم ريلودر، يبقى اعرف ان الجهاز ده هتعامل معاه ميديا تك. ده جهاز ميديا تك، هتعامل معاه اما بالزراير او بالتست. غالبا كل الاجهزه الحديثه هتتعامل بالتست بوينت. طبعا في اجهزه مش تقبل معانا حتى التست بوينت، يعني اللي هي ملهاش حل غير عن طريق السيرفر. لو انت مثلا خدت بالك من جهاز زي ده، بيقول لك هنا اي 34 نوع الجهاز 5G، والحمايه اللي اقدر اشتغل بيها على الجهاز ده هي لحد حمايه 9. يعني مكتوب، لما يكون مكتوب هنا بيت 9 وانا معايا جهاز حمايه 8 هيمشي معاه، لكن لو معايا جهاز حمايه 10 لا مش هيمشي معاه. طيب، في انواع اجهزه تانية بتبقى سبريد. يعني مثلا هكتب لك هنا نوع جهاز، مثلا لو قلت A03 هلاقي ان الجهاز ده مكتوب قدامه ايه؟ SBD، يعني سبريد، المعالج بتاعه سبريد. ده بتعالج مع اما بتعامل مع اما بزرار التوطية فقط مع توصيل الكابل، او بستخدم التيست. في الغالب كل الاجهزه الحديثه بستخدم فيها التيست بوينت. طب فين الاكزينوس؟ لا مش هنلاقي الاكزينوس هنا في الاداه. اللي بيدعم الاكزينوس قلنا الشيميرا او زد 3 سامسونج تول الجديده دي، بس هي الشيميرا هي اقوى اداه بتتعامل مع الاكزينوس. طب انا دلوقتي جالي جهاز سامسونج عليه FRB. ايه المشكله المعتاده بتاعتنا؟ هي FRB. هتعامل معاه ازاي؟ اول خطوه قبل حتى ما نبص على المعالج، ادخل الجهاز وضع الريكفري. ادخل الجهاز وضع الريكفري واقرا الفلاشه اللي عليه، واشوف حمايه الجهاز كام، وهل الحمايه دي قبل 30 6 ولا بعد 30 6، لانها هتختلف كتير قوي في التعامل مع الجهاز. فالاجهزه اللي قبل 30 6 حمايتها 30 6 2023، 30 6 2023. الاجهزه دي اللي قبل التاريخ ده بقدر اتعامل معاها بسهوله. طيب انا هعرف منين الجهاز ده 30 قبل 30 6 ولا بعد 30 6؟ طب هقول لك ببساطه قوي. هننزل كده وهنفتح جوجل، وليكن مثلا انا جالي جهاز مثلا A02 او A03، فبكتب مثلا هنا في الجهاز A03. بكتب من الريكفري، ما الريكفري قدامي اهو، مثلا 5 هنا F، واكتب جنبيها كلمة فراموير. ده الجهاز اللي قدامي اللي جالي. بشوف كده، بفتح الموقع بتاع سام اف دبليو، لحظات الموقع يفتح. انا هعمل مقارنة بالفلاشة اللي انا قاريها من الريكفري بالفلاشات الموجودة على الموقع.
فتح لي الموقع اهو. انزل تحت كده، اختار الدولة بتاعتي، وليكن انا مثلا في مصر هنا. وهختار دولتي. اه افريقيا. افريقيا ايه، ومصر اهي. اخترت. دوس كروز هنا. في الاعلان. انزل بقى تحت وركز معايا شوية. بص، ده دي الأجهزة، ده الجهاز أهو. بيديني منظر الجهاز شكله شوية، وهيديني المعلومات الموجودة. أبص كده أهو. دي الفلاشات اللي نازلة للجهاز. هتلاقي ده مكتوب في الريكفري عندك. فأنت بتبص كده، مكتوب A035 FXX S8 حماية 8. الاس 8 دي الحماية. بص هنا اس 9 دي حماية 9. هتلاقي هنا في تاريخ مكتوب قدامك. الحماية دي نزلت يوم 1/8 2025. طبعا دي حماية صعبة جدا، دي أعلى حماية للجهاز. الحماية اللي قبليها نازلة يوم 1/2/2025، وهكذا. طب انزل تحت خالص. أنا بقارن إيه، خد بالك، أنا بقارن المكتوب في الريكفري. المكتوب في الريكفري عندي على الهاتف لما دخلت ريكفري بالمكتوب هنا. لو نزلت أكتر كده، هتلاقي في أرقام تحت هنا، واحد اتنين، لسه في فلاشات تانية موجودة للجهاز ده. فلو جينا مثلا خدنا حاجة متأخرة شوية. اه بص يا سيدي، شايف مثلا جهاز زجاج، الحماية بتاعته ايه؟ يو 1. طب بص على التاريخ، 1/12/2021، يعني قبل 30/6/2023. يبقى الجهاز ده اتعامل معاه ببساطة قوي. كل اللي اكتبه اعمله عشان اشيل اف ار بي، اختار الثغرة القديمة اللي احنا كنا بنتعامل معاها، اللي هي نجمة شباك زيرو نجمة شباك، واوصل الجهاز ونفعل اي دي بي، وهقول لك الطريقة ازاي كمان شوية. بس انا بوصف لك الفلاشات الموجودة هنا. بص يو 1، تاريخ 1/2/2022. طب ايه على كده شوية. هنا بتاريخ 1/11/2022 يوتيوب، دي شغالة معايا برضو بنفس الثغرة اللي هي نجمة شباك زيرو نجمة شباك. دي اس 3. بص التاريخ 1/1/2023، دي شغالة معايا على نفس الثغرة. طيب كلام جميل. نرجع هنا كده، شوف الفلاشة دي بتاريخ 1/3/2023، دي شغالة مع الثغرة. بص 1/6/2023 شغالة مع الثغرة. بص بقى هنا 1/8/2023، يعني لو لقيت ده في الريكفري من أول حماية يو 4 دي. بص دي حماية يو 4 واللي قبليها حماية يو 4. بس بص الفرق، دي بتاريخ 1/6/2023 قبل 30/6/2023. بص الحماية اللي قبليها يو 4 برضو، بس بتاريخ كام؟ 1/8/2023. طيب لو أنا جالي الجهاز ده أقدر أتعامل معاه بالثغرة اللي هي نجمة شباك زي ونجمة شباك. طب لو الفريموير اللي عندي كده، اللي هو في الريكفري سي دبليو 11 هنا. بص سي دبليو اف 3، دي تمشي معاها الثغره، دي ما تمشيش معاها الثغره. اه يبقى من اول هنا انا ما اقدرش اتعامل بالثغره اللي احنا قلنا عليها اللي هي نجمه شباك زيرو 6 شباك. يبقى انا حددت من خلال الموقع ده الفلاشه اللي عندي، الفلاشه الموجوده عندي. حددت الفلاشه الموجوده عندي هي بتاريخ قبل 30/6، قبل 30/6 ولا بعد 30/6، عشان هتفرق معايا كتير في التعامل مع الجهاز. طب خلاص نفرض ان هي قبل 30/6، هتعامل معاها ازاي؟ يرجع بقى كده تاني، ادي لوج تول اهو. الجهاز قبل 30/6، خلاص ما دام الجهاز اللي انا اخترته اهو A03 A03 A035، اللهم صل على النبي اهو. A035 اهو الجهاز ده بيقول لك حمايه 8، يعني اخر حمايه مدعومه ليه هي حمايه 8. بس انا مش هبص هنا اصلا، انا كل اللي هبص له هنا في الفانكشن. هنا الفانكشن هنا هنلاقي ايه؟ ريموف اف ار بي. هو محدد لك اهو 2023، يعني الجهاز ده
حمايته قبل 30/6/2023. في الحالة دي بشغل الجهاز طبيعي واوصل الكابل والجهاز شغال طبيعي في وضع الام تي بي، ما انت فرمته طبعا على كده، يعني هو الجهاز واقف على كلمة مرحبا دلوقتي قدامك، المفروض بتوصله عادي كده. دوس هنا بيقول لك هتعمل ايه، هتدوس نجمة شباك 0 نجمة شباك، هتبدأ تدوس نجمة شباك 0 نجمة شباك على الجهاز، هيظهر لك القائمة المشهورة اللي انت عارفها طبعا. وبعد ما يظهر لك القائمة دي هتدوس على كونتينيو، وعندك بقى ايه اولد ميثود نيو ميثود مش عارف ايه، سيبك من كل ده، هات الاخيرة دي قول دي بتمشي معاك في كله، فتدوس عليها كده وبتبدأ توصل الجهاز. بعد ما بتوصل الجهاز بتاعك بتبدأ ينزل، طبعا معيش جهاز دلوقتي حاليا. بيبدأ الجهاز بتاعك كده يظهر لك بعد فترة علامة تصحيح أخطاء وضع يو اس بي اللي هي خيارات المطور، الاي دي بي. هتدوس عليها وتفعل الاي دي بي على طول، الجهاز هي ايه، هيفك معاك الاف ار بي طول ما هو قبل 30/6/2023. طيب لو الجهاز ده مش 30/6، بعد 30/6، يبقى قدامك حلين. ارجع تاني هنا اهو، اجي رجعنا تاني. تعال نبص بقى على الجهاز بقى ده، خلاص احنا عرفنا ان حمايته مثلا بعد 30/6. فقدامي حلين، اما اني استخدم التيست بوينت او استخدم السيرفر. طبعا السيرفر بيبقى غالي، فخلينا في التيست بوينت. ادي اخترت الجهاز، احدد المعالج. هو الراجل كاتب لي المعالج بتاع الجهاز ده اس بي دي سبريد، ونوعه تايجر تي 606. هو محدد لي كل حاجه في الانلوكتور. طب اخترت الجهاز كده اهو، مكتوب قدامي العمليه اللي هعملها. بص اخترت هنا تالت اختيار، هو بيختار اوتوماتيك. ايه العمليه اللي هعملها بقى؟ عامل مثلا فاكتوري ريسيت، فهدوس على فاكتوري ريسيت واوصل تيست بوينت. هتقولي طب هنجيب التيست بوينت منين؟ قلت لك عندك خيارين تجيب بيهم التيست بوينت، اما من الاداه نفسها، بتيجي هنا تيست بوينت، تختار تيست بوينت وتختار البراند بتاعك سامسونج، وتبدأ تكتب الموديل A035F اهو. دوس كده، ادينا اخترناه. ظهر لي، احاول اصغر الشاشة شوية او اكبرها شوية عشان نشوف التيست فين اهو. التيست اهو، بوصل النقطة دي بالارضي، يعني شايفينها النقطة اللي محدد عليها دي كده، اوصلها بالارضي والجهاز مطفي، واوصل الكابل طبعا. جميل كده، احنا حددنا التيست بتاعنا تمام. يبقى اقدر هشتغل بالطريقة دي بدل الجهاز حمايته بعد 30/6. جميل، ممكن نشوف نوع تاني. لو مثلا خدنا ايه 155 اف اللي هو الايه 15، المعالج بتاع الجهاز ده زي ما احنا شايفين اهو محدده، بدل بالاحمر قلنا يبقى ام تي كي. دوس عليه كده نشوف الخيارات المطلوبة. طبعا ده اكيد يعني حمايته اكتر من 30/6، هو نازل اصلا، الجهاز ده نازل قريب مش بعيد. فهتعامل معاه عن طريق حاجتين، ركز معايا بقى، هنا مكتوب كلمة ايه في الام تي كي، في حاجتين هنا. كلمة بريلودر، يعني هو هتلاقيها موجودة هنا برضه، انه عن طريق التعلية والتوطية، وبختار بريلودر. طب اختاره ازاي بقى البريلودر ده؟ هو الجهاز عندي ايه 15، والمعالج هنا ام تي كي 6789. تعالى هنا كده، انا اهي مكتوب سامسونج، شايف كاستم ده، كاستم دي ايه. انزل بقى كده، هو مختار لك المعالج اوتوماتيك اهو، بس افرض ده ما جاش معايا، يعني دوست عليه وتوطيه ووصلت الكابل وما جاش معايا، هعمل ايه؟ انزل كده هتلاقي الموديلات موجوده، في موديلات جاهزه، يعني هستخدم لو اي 03 اس هختار ده، لو اي 04 ده. هنا دي ماشيه مع الاي 04 اي والام 04، دي ماشيه مع الاي 13. وانا عندي نوعين من الاي 13، نوع اكزينوس اللي هو اي 127 اف ده لا، النوع التاني اللي هو اي 105
ايه 125 اف، ايه 135 اف ده اكزينوس. لا خد بالك، الاي 135 اف ده نوعه ام تي كي، الاي 135 اف نوعه اكزينوس، الاي 137 اف هو الام تي كي. لو اي 137 اف ممكن اختار ده، لو اي 135 اف يبقى ده اكزينوس مش تبعنا خالص، ده تبع الشميره مش تبع انلوك تول. طبعا اي 10 اس وهكذا حاجات كتير. طب انزل هنا ركز معايا شويه كده، هتلاقيه كاتب لك برضو موديلات تانية. هو احنا بدور على ايه؟ على الاي 15. فهنزل اهو الاي 15 او الاي 155 اف، بيقول لك انا هتعامل معاك لحد حمايه 5. شايف بيت 5؟ يعني الجهاز ده اقدر اعمله تيست بوينت لحد حمايه 5. خد بالك، يعني التعليق والتوطية مش تمشي مع الاجهزه الحديثه قلنا، ده جهاز ام تي كي وجهاز حديث. واخر حمايه طبعا حمايه نازل له حمايه اكتر من 5 بس مش مدعومه طبعا، هي اخر حمايه اقدر اتعامل معاه هي حمايه 5. وهشرح حلقه تانية بعد كده ازاي نتعامل مع الحمايات الاعلى اللي مش موجوده على الادوات. طب هنا الحمايه 5، يبقى انا خلاص هختار الحمايه دي اعلى حمايه موجوده على الجهاز، واوصل الجهاز تيست بوينت. طبعا هختار اف ار بي، ريز اف ار بي، واوصل الجهاز تيست بوينت. وعلمتك ازاي تجيب التيست بوينت من هنا من مدير الجهاز، ولو مش عارف هاتها برضو من جوجل، ويبدأ وصل على طول هيكر معاك ويبدأ يشيل الاف ار بي. طيب لو بتعامل مع جهاز مثلا كوالكم زي مثلا جهاز ايه 20 اس، بص كاتب لك ايه، ايه 20 اس بت 5، ايه 20 اس بت 4. يعني انت عندك في حمايتين هنا. طب اشتغل بانه؟ والله لو هتعرف تخش على الريكفري بتاع الجهاز هتبان الحمايه اس 4 يو 4 او اس 5 يو 5. مش عارف تخش على حمايه الجهاز، يبقى انت يعني مش عارف تخش ريكفري، اختار الاعلى، اختار الاعلى. طبعا الجهاز ده مش هختار له بريلود. طب ليه مش هختار له بريلود؟ عشان الجهاز ده كوالكم اساسا، انت واخد بالك؟ اي دي ال، يعني حتى لو دي متعلمه مش تفرق معانا يعني، بس ده جهاز كوالكم يبقى هيتعمل تيست بوينت او كابل معدل. خلاص انا هختار الحمايه الاعلى اهو، واشوف الخيارات الموجوده عندي. اريز اف ار بي، يبقى انا هشتغل هنا على طول اوتوماتيك، هدوس كده واوصل ليه تيست بوينت. بعد ما اوصل التيست بوينت، ثواني نقفل دي الاول كده، اف ار بي جاي، هيقول لي انا في انتظار وضع الكوالكم. اهو ده وضع الكوالكم، لما تلاقي كده ظهر لك 9008 تعرف ان الجهاز محتاج وضع الكوالكم. واخد بالك؟ هتوصل تيست بوينت على طول، ما تفكرش، تجيب التيست بوينت وتوصل وتركب الكابل بتاعك. جميل. نشوفه مثلا جهاز مثلا زي الأجهزة الحديثة خالص اللي هي ايه 16، ايه 165 اف، ايه 16. ايه 16 ده أنا حاليا وصل، يعني آخر إصدارات ليه نازلة لحماية 5، لكن الراجل الدكتور هنا بيقول لي لا أنا آخري حماية 2. طب لحد حماية 2 ده من ام تي كي، قلت لك ام تي كي مش معناها ظاهرة تعليق وتوطية، ده في الأجهزة القديمة وما بتجيش كمان، خليك دايما في التيست بوينت أحسن. هنا التيست بوينت على طول. طب هختار ايه؟ اختار او نقفل دي الاول كده عشان احنا غيرنا، بعدين نختار دي المدعومه، الحاجات المدعومه عندي. طبعا زي ما قلت لك لما في كلمه بريلودر هتيجي هنا تختار البريلودر بتاعك. هو لحد بيت 2، يعني تاكد كده وانت فاتح الريكفري، انت فاتح الريكفري بتاع الجهاز، ان الفلاشه اللي عندك فيها بيت 2 يعني اس 2 يو 2. اوريك تاني اهو بسهوله، انت هتيجي كده اهو. طبعا هغير مدير الجهاز من فوق اهو، هكتبه ايه 165 اف كده، دوس انتر. 165 اف
اه بيقول لك لو هتوصل الجهاز مباشر هنقراه. انا عايز اقراه من غير ما اوصله. ايه 16 5. واقف برضو على الجهاز اللي هو القديم. طب خلاص تعالى هنا اهو. نكتب هنا ايه 1 6 5. ظهرت هي كلمة فراموير اهي. اه واضح ان في مشكلة في النت عندي. غيرت وصلة النت، نكمل كلام مع بعض. يبقى هنا هكتب ايه 1 6 5. في ظهرت لي فراموير اهي اهو. ثواني كده هيظهر لنا. طبعا الموقع ده تقدر تحمل من عليه اي فلاشات انت عايزها يعني. جميع الفلاشات موجودة على الموقع ده، بسم الله ما شاء الله. انزل هنا كده، انزل اختار الدولة بتاعتك، ايجيبت اهي. طيب نكمل كلامنا مع بعض. ادينا فتحنا الموقع اهو، وادي الجهاز بتاعنا. هننزل تحت كده. شوف يا سيدي بقى الحمايات الموجودة للجهاز. عندك هنا اس بي اعلى حماية، بص التاريخ بتاعها 1/9/2025. وهنا اس 5 سوري، اس 5. تحتيها هنا في اس 4 دي برضو. بص 1/8/2025. بص الاتنين دول اندرويد 15 ولا اقدر اعمل معاهم اي حاجة. الحماية اللي قبليها يو 3 واندرويد 15، واللي قبليها يو 3 اندرويد 15، واللي قبليها اس 3 اندرويد 14. دول ليهم ثغرة محددة هبقى اقول لك عليها بعد كده واحنا شغالين، بس مستني يجيلي جهاز اشرحها لك بالتفصيل. يعني لا دول رغم انهم اندرويد 15 واعلى حاجه في اندرويد 14، الاس 3 ليه حركه بنعملها كده نقدر ان احنا نتخطى الاف ار بي. لكن دول لا، مش هتقدر تتعامل معاهم في اي حاجه. دول كده يا اما سيرفر وسعر السيرفر غالي جدا في اندرويد 15، او انك تتعامل جيتاج بقى، لان لسه ما نزلهمش اي حاجه ولا حتى على الشميره نفسها. جميل. طيب لو نزلنا شويه كده هنلاقي حمايه ايه اس 2 اندرويد 14 بتاريخ 1/3/2025، والحمايه عندنا اس 2. طول ما الحمايه اس 2 خير. ارجع للانلوك كده، هتلاقي الانلوك كاتبه لك ايه بيت 2، يعني اس 2. هي دي الحمايه اقدر اتعامل معاها. خلاص لا، فلو جالنا الجهاز ده هنيجي هنا نختار البريلودر بتاعه. هنا ايه 155، ده انا عايز ايه كام، ايه 165. ينزل لحد ما تلاقي ايه 165 اهو. هنزل كده لحد ما الاقي ايه 165. وخد بالك في 165 اف وفي ام وفي ان، فلازم تاخد بالك من الموديل اللي معاك، من الريكفر تقرا الفلاشه كويس. انا بتعامل دلوقتي مع موديل ايه 165 اف اهو. وكاتب لك حتى جنبه ايه بيت 2، وكاتب لك حتى كمان ام تي كي، يعني المعالج بتاعه ميديا تك. ولحد حمايه بيت 2 هختار الحمايه دي وادوس اريز اف ار بي.
واوصل تيست بوينت، هيجي معايا في الحمايه دي. في حمايه اعلى مش هيجي معايا. تمام. جميل. طيب لو احنا جينا هنا مثلا على الاودن، اه في هنا مكتوب ايه؟ ام تي كي اريز اف ار بي 2023. يعني لو الجهاز بتاعك 30 قبل 30 6 احنا قلنا بنستخدم الثغره بتاعت نجمه شباك زيرو نجمه شباك. في اجهزه بقى ما تلاقيش فيها الثغره دي، ما تلاقيش مكالمه الطوارئ اساسا، واخد بالك؟ فبنعمله عن طريق التيست بوينت. لو هو في 2023 على فكره الثغره دي ممتده شويه، يعني مثلا ممكن تكون شغاله معاك شهر 9 2023، شهر 10، شهر 11، لحد اخر 2023 شغاله الثغره دي. وممكن مع بدايه 2024 كمان شغاله معاك الثغره دي، اللي هي الاوديو. بتدخل الجهاز وضع الداونلود مود، هتلاقيها مثلا في جهاز زي ايه 10 اس مشهوره، بتدخل وضع الداونلود مود بس. وبتختار. بص هنا بيقول لك ايه يا سيدي، بيقول لك انت عندك في اجهزه قديمه قوي بتاعت 2017 ولا اجهزه حديثه في 2023. طبعا ما فيش 2017 دي مش هتلاقيها اساسا، فانت كل اللي هيجي لك اجهزه 2023. لا انا اقول له 2023، هيقول لك خلاص وصل تيست، وصل بس الجهاز في وضع الداونلود مود. فانت توصل الجهاز في وضع الداونلود مود، هتلاقيه قرا معاك، قرا معاك خلاص، وشال الاف ار بي وراستر مع نفسه. انت ما تجيش جنبه، انت بتسيبه لحد ما يراستر. ده في الاجهزه ال 2023 اللي ما فيهاش مكالمه طوارئ، واللي ممتده معاك بعد 30 6 2023، تقدر تتعامل معاها بالاسلوب ده. طيب ايه تاني ممكن نتكلم عنه هنا؟ اتكلمنا عن الاي دي ال، واتكلمنا عن اجهزه السبريد، كمان اتكلمنا عن كل حاجه في الاف ار بي تقريبا هنا. طبعا انا بشرح لك اهم حاجه الاف ار بي، لان هي الاف ار بي هي اكتر حاجه بتيجي اساسا دي. طيب هنا ممكن لو نتكلم، ناخد جهاز مثلا ام تي كي، نتكلم على الاي 06 مثلا. بص كاتب لك ايه؟ بيت 2، يعني انت معاك لحد حمايه ايه؟ حمايه 2. طب بص الموديل اللي انت هتشتغل عليه ايه؟ 066 ان او ام. لا دي ام، ام تقريبا، ايه 06 ام. يبقى انت لما تيجي تختار البريودر بتاعك من هنا، انزل كده ايه 066. بص في بي، ايه 066 بي، مفيش ام. وهنا بيت 3، رغم ان هنا قايل لك اخر حاجه ايه؟ بيت 2. طيب انزل تاني كده، انزل تاني. هي اهم حاجه اختيارك للملف الصح، عشان انت تقول الجهاز مش بيبوت معايا، الجهاز بيفتح معايا الجهاز، عشان انت مش مختار الملف صح. ينزل كده، بنزل معاك بدور على الملف اهو. ايه 066 اهو، شايفه اهو ظهر ايه 066 ام اهو. طبعا هتقول لي انا بختار على اي اساس؟ ارجع اقول لك بتختار على اساس انك مدخل الجهاز ريكفري، وقدامك الفلاشه بتاعت الجهاز، قدامك مكتوب الموديل، ومكتوب جنبه الحرف ام بي حسب الحرف، كمان مكتوب جنبه الحمايه اس 2 اس 3 اس 4 وهكذا. الحمايه دي اللي هي كلمه بت، ده بيت 2، هو اخره فعلا بيت 2 هنا، يعني بيت 3 ما اقدرش اتعامل معاه بالتعامل ده. اخترت كده اهو، ده مطابق لده، شايف ده كده مطابق لده. وبعد كده ادوس اف ار بي واوصل تيست ايه؟ تيست بوينت. جميل. كده خلصنا من الجزء ده، وده يعتبر اهم جزء في الحلقه، انك تعرف تتخطى الاف ار بي للاجهزه دي. وقلنا في لينا كلام تاني مع الاجهزه الاندرويد 15 اللي ليها داون جريد ل 14. قلنا في الحاله دي هقول لك الطريقه ان شاء الله، بس مستني جهاز يجي لي واصوره لك علني كده.
طيب دلوقتي في حاجات تانية احنا ممكن نعملها بقى غير الاف ار بي. تعالى كده على نفس الجهاز اللي احنا شغالين عليه ده، ممكن نعمل ايه هنا؟ عندك انلوك بوتلودر، تفتح البوتلودر بتاع الجهاز، وده ما انصحش بيه يعني. هو انت هتفتح بوتلودر الجهاز ليه؟ هتفتح بوتلودر الجهاز عشان تغير ايميل، او عشان تديله روت الاول قبل ما تغير الايميل، او انك تفلش روم غير الروم الاساسي بتاع الجهاز، ودي ما انصحش بيها يعني. لو انت عايز تغير ايمي ما في السامسونج بالذات ما تتعاملش مع انلوك تول يعني، عليك وعلى الشميرة، عشان الايمي تغييره محتاج حاجة اسمها في الاخر باتش سيرت، انك تعمل باتش عشان الشبكة تشتغل معاك. وهنا مش هتلاقي باتش خالص على الانلوك تول. المهم ده الخيار اللي هشرح لك الخيارات، بس ده بيفتح لك البوت لودر. طبعا ما تقدرش تحدث رسمي بعد فتح البوت لودر، لو جه تحديث للجهاز مش هيحدث معاك. ده بيقفل لك البوت لودر، الخيار ده بيقفل البوت لودر. طبعا ده اللي اتكلمنا عليه الاف ار بي، وده الفاكتوري ريسيت. وانا انصح دايما لما تيجي تعمل هارد ريسيت او فاكتوري ريسيت، استخدم قائمه الريكفري بتاعت الجهاز. يعني اعمل ضبط مصنع من الجهاز نفسه، خش على الريكفري واعمل ضبط مصنع من الجهاز نفسه، ما تعملش ضبط مصنع من الاداه. هنا بقى بيقول لك ممكن نعمل حاجتين مع بعض، ضبط مصنع واف ار بي. لو انت مش عارف تعمل ضبط مصنع بقى من الجهاز، مش عايز يخش معاك ريكفري، يبقى هتوصل تيست بوينت، تختار البريلودر وتعمل الحاجتين دول مع بعض. طيب هنا كي جي، طبعا ساعات يجي لنا اجهزه كده مقفوله اللي عليها يعني تفتح الجهاز يقول لك تلاقي الايمي بتاع الجهاز موجود، وبيطلب منك انك تدفع اقساط عليك او حاجه زي كده يعني للجهاز، او انت الجهاز ده هيقف واقف دلوقتي مؤقتا. دي حمايه كي جي ممكن تشيلها عن طريق الخيار ده، بس مش بتمشي قوي يعني معظم الاجهزه بتفشل يعني. طيب هنا اه ساعات يجي لنا جالنا الموديل ده، والموديل ده بنحط فيه الخط مش شغال، بيقول لك ان الخط ده تبع دولة تانية، ما ينفعش لازم تحط خط تبع نفس الدولة اللي جاي منها الجهاز. فممكن نعمل سيم انلوك، يعني نفتح الشبكة. بعض الأجهزة ما نقدرش نفتح الشبكة بالسهولة اللي انتوا شايفينها دي، احنا بنفتح الشبكة لبعض الأجهزة بنجرب، ما جاتش معانا يبقى بنستخدم أدوات بقى احترافية تانية لفتح الشبكة، اللي هي عن طريق السيرفر. أشهر أداة اللي هي مثلا زي أداة سام كي، أو أداة جلوبال انلوكر. دي من أشهر الأدوات اللي من خلالها بنفتح الشبكة. آه هنا يعتبر شرحنا معظم حاجات. طيب لو جينا مثلا على خيارات تانية زي مثلا نتورك دي، بيقول لك برضو لو الجهاز كان شغال قدامك وتقدر تفتح خيارات الاي دي بي، تفعل خيارات المطور، ممكن تفعلها وتعمل انلوك للسيم بتاعتك، يعني تفتح الايه، آه، الشبكة بتاعة الخط بتاعك. بس كده، لو نزلنا تحت الموديلات دي كده، موديل زي ده كده مثلا من الموديلات المشهورة أوي. طبعا الموديل ده مكتوب قدامه A73 5G، ومكتوب قدامك معاك لحد حماية 10 بت ايه، لحد حماية 10 أنا شغال. وهتوصل تيست بوينت طبعا لما تيجي تختار الإريز اف ار بي. مش بيديك خيارات بريلود هنا ولا أي حاجة طبعا، عشان ده مش ام تي كي أساسا الجهاز ده اي دي ال، فأنت هتوصل توصيل مباشر. لو عندك كابل معدل يبقى خير، عشان ما تفتحش الجهاز للعميل. بص فوقيه كده هتلاقي فيه 72، وهنا برضو 72. بس ركز كده معايا شوية، ايه الفرق بين دول؟ الفرق بين دول هنا لو قريت هتلاقي ايه 72 اهو 725. بص الحرف اللي بعديها ام، وكاتب لك المعالج اهو سناب دراجون يعني كوالكم.
بص اللي بعديها اهو. بس هنا بص ايه 725 اف، ماشيه مع اف وماشيه مع اف دي اس، وكاتب لك هنا بت بي يعني لحد حمايه 11، معاك لحد حمايه 11، ودي برضه معاك لحد حمايه 11. بس ينفع انا يجي لي جهاز ايه 72 اختار اي واحده وخلاص؟ لا طبعا ما ينفعش، لازم اخش ريكفري للجهاز واعرف ان نوع الجهاز اللي معايا ايه، ام ولا ان ولا اف. ما هو اف وانا اخترت له ام، طب هو مش هيفك؟ اكيد مش هيفك معايا. لازم احدد الخيار، لازم احدد الحمايه. لقيت بيت ايه، طب بيت ايه، طب ما هي يا باشمهندس ما فيش هنا ايه 72 بيت ايه، طب ما هي البيت بي اعلى، يعني طول ما انت في الحمايه الاعلى تجيب الاقل. لكن لو انا عندي مثلا هنا بيت في ده بيت ايه وجالي نفس الايه 73 ده بس بيت بي، يعني اعلى ده 10 واللي جالي 11، واخترت دي، عمرها ما هتيجي. يعني الاعلى يجيب الاقل. انت معايا؟ عندك هنا ايه 71 5 جي بيت بي، وهنا هو نفس الجهاز اهو، بس خد بالك هنا حرف ايه، الحاجات اللي احنا بنهملها بقى، حرف يو، وهنا حرف في. طب هل دول ينفعوا يشتغلوا مع بعض؟ والله انت لو بصيت على المعالج هنا 7765 جي، وهنا بدل نفس المعالج ينفعوا يشتغلوا، بدل نفس المعالج هنا هو ده، ونفس الحمايه اهي بيت بي وبيت بي 11، يبقى هيشتغل اهو. لا هنا بص بيت 9، معلش بيت 9 دي 9، دي حمايه 9. عندك جهاز جالك حمايه 9 استخدم دي، طب جالك حمايه 10 بيت ايه او بيت بي يبقى هيستخدم دي، برغم ان بص في اختلاف، هنا في ويو، بس المعالج واحد. اهم حاجه ان المعالج واحد، فدول يمشوا مع بعض معايا. طيب بس اعتقد كده احنا قلنا كل الكلام في سامسونج. طب معلش الحلقه طويله النهارده شويه، بس هتلم فيها معلومات كتير قوي عن اجهزه سامسونج. نيجي بعد كده نشوف براند تاني، زي مثلا من اهم البراندات اللي بتجيلنا وبتتعبنا، اللي هي البراند بتاع انفينكس. ركز معايا في اجهزه الانفينكس ده، خصوصا الحديث منها يعني. دي قائمه الاجهزه، وزي ما انت شايف الاجهزه المعروضه قدامي برضو بتحتوي على نفس الكلام. هتلاقي فيها ام تي كي وهتلاقي فيها كوالكم، بس نادرا ما هتلاقي كوالكم. هي انفينكس محتكره الام تي كي والسبريد والاكتر ام تي كي. طب انا هنا عندي بص وضع البروم، وضع الفانكشن، وضع الميتا. انا لسه ما اخترتش نوع الجهاز، خد بالك، يعني ما اخترتش الجهاز. هل ايه اوتوماتيك الاداه فتحت لما اخترت انفينكس وفتحت على وضع الميتا؟ يعني بتقول لك اول حاجه جربها اتعامل مع وضع الميتا، هيبقى اسهل لك كتير في تخطي الاف ار بي او انك تعمل فاكتوري ريسيت للجهاز. طب ايه هو وضع الميتا في الانفينكس بقى يا جماعه؟ انت بيجي لك الجهاز عليه رمز، انت عايز تفرمت الجهاز. طيب هتطفي الجهاز، هتقولي الجهاز مش بيتطفى معايا، كل ما اجي فيه بيشتغل. طب هقول لك حاجه، ركب الكابل بتاعك، ثبت واختار ميتا اهو، فاكتوري ريسيت كده. لو ما عرفتش يعني اول حاجه تعملها انك تعمل كده، لو انت ما عرفتش تعمل فورمات من الجهاز. لو انت عارف تعمل فورمات من الجهاز يستحسن، يعني من الموبايل نفسه، لو تقدر تعمل فورمات اعمل فورمات. مش قادر بقى خلاص، يبقى الوضع ده وضع الميتا ده فاكتوري ريسيت. انت بتطفي الجهاز خالص، وكل اللي بتعمله انك بتوصل الكابل من غير ما تدوس على اي ازرار. هتقولي الجهاز مش عايز يطفى معايا، ممكن انك تثبت ايدك على الباور والتوصيل لحد ما يتطفى معاك الجهاز وانت مركب الكابل، وبعدين تشيل ايدك خالص اول ما يتطفى الجهاز، المهم ان الجهاز يخش معانا وضع الميتا. طب لو انت فرمته بايدك هيقف على الاف ار بي طبعا. في الحاله دي هنختار اف ار بي ميتا، وضع الميتا
اف ار بي اهو، ووصل بدون ما ادوس على اي حاجه. يقول لك هنا اتاكد ان تليفونك مشحون اكتر من 10%. خد بالك من الحته دي. ماشي، وتوصل الكابل من غير ما تدوس على اي حاجه. هتلاقيه اوتوماتيك كده بدأ يقرا الجهاز ويخش على وضع الميتا، يدخل الجهاز وضع الميتا، وبدأ يشيل الاف ار بي. انت واخد بالك؟ وساعات يظهر لك مثلا ان الجهاز يفتح طبيعي بعد كده، ويطلب منك انك تدوس على خيارات تفعيل اي دي بي، يعني يظهر لك الرساله تدوس عليها ويكمل ويخلص الاف ار بي معاك. يبقى وضع الميتا ده من احسن الاوضاع ان احنا نتعامل معاه. طبعا ده برضه وضع الميتا، بس يعني ريد انفو، يعني اقرا معلومات الجهاز. قلنا وضع الميتا تاني للناس اللي مش فاهمه. وضع الميتا انت بتوصل الجهاز بتاعك والجهاز مطفي، ما بتدوس على اي ازرار. جميل. طب لو جينا، هي طبعا دي الاوضاع دي شغاله مع اي حاجه، هنا مش مختارين. بص، مش مختارين موديل. وضع الفانكشن ده وضع الفاست بوت، او وضع الام تي بي. وضع الام تي بي ده الجهاز شغال طبيعي، بس طبعا هنا اف ار بي، خط الاف ار بي بتاعك مش هيتخطى معاك. هو التخطي دايما في وضع من الاثنين دول، يا الميتا يا البروم. طب هختار وضع البروم امتى؟ لما اختار مدير الجهاز. لكن الميتا دي ماشيه معايا في كل الاوضاع من غير حتى ما اختار مدير الجهاز. طيب لو جينا اخترنا موديل محدد، اي موديل. اهو مثلا هنزل كده، اختار مثلا هوت 30 5G. طبعا قلنا وضع الميتا ده هو احسن وضع، ان احنا بندوس على ريز اف ار بي ونوصل الجهاز وهو مطفي من غير ما ندوس على اي حاجه، وهو بيتعامل مع الجهاز. طيب، في وضع تاني اللي هو الوضع البرو. هنلاحظ هنا في انفينكس فيرجن 1. لو نزلت كده تحت، فيرجن 2 3 4 وبعدين اختيار كاستم معين. انا ببدا اجرب فيرجن 1. طيب هختار فيرجن 1 وادوس اريز اف ار بي وادوس تعلية وتوطية واثبت ايدي واركب الكابل والجهاز مطفي، او اني اختار تيست بوينت لو ما جاش معايا تعلية وتوطية. طب ما جاش معايا فيرجن 1 اساسا، يبقى انا كده هقفل، هدوس ستوب واختار فيرجن تاني. فيرجن 2 مثلا، وبرضه نفس الكلام اريز اف ار بي ونفس الكلام اللي احنا قلنا عليه. ما جاش ولا فيرجن من دول، هبدأ اختار اخر واحدة هي كاستم دي كده، وابص على الجهاز اللي انا مختاره هلاقي المعالج بتاعه ام تي كي 6833. هو هنا قال لي المعالج الموجود حاليا ام تي كي 6761. مش هو ده المعالج اللي هيمشي معايا اكيد. فهنزل تحت كده اشوف اقرب معالج ليه 6 8. لو ما لقيتش معالج هو اختار اقرب معالج. احنا قلنا 6833 اهو، شايفينه 6833. هتلاقي مكتوب 2024، يعني الجهاز لازم يكون باتش الحمايه بتاعته 2024. لو 2025 يبقى هنزل تحت شويه اجرب حاجه تانية. هختار كده وبرده نفس الكلام هدوس اريس اف ار. طب لو هو 2025 هنزل كده، شايفين؟ انا بشوف المتاح عندي هنا، هو كل المتاح هنا 2024 مفيش 2025. يبقى 2025 مش هيجي في وضع البروم ده، هيجي في وضع الميتا. يبقى انا هوصل الجهاز في وضع الميتا. دايما بجرب وضع الميتا الاول قبل اي تجارب تانية. طيب انا اخترت لك جهاز من هنا ام تي كي. افرض انت مثلا اخترت جهاز تاني سبريد، وليكن مثلا الجهاز ده هوت 30 اي، المعالج بتاعه لا ده ام تي كي. خد اللي بعده اللي قبليه هوت 30 اي ان اف سي، اللي هو اكس 669 دي. تلاقيه مكتوب كده في الريكفري اكس 669 دي، او هتلاقيه على ظهر الموبايل نفسه. الجهاز ده سبريد، يبقى اكيد هيجي معايا يا اما توطيه، بجرب توطيه والكابل والجهاز مطفي. يعني بدوس اريز اف ار بي كده، بدوس هقفل اول حاجه دي اهو. اهو هدوس، بص عليه قال لي سبريد، معالج سبريد. هيبقى هدوس توطيه، توطيه مع الكابل اهو. تايجر تي 606 ده المعالج اهو. بص بيقول لك ايه هنا، كونكت تيست بوينت
اور هولد فوليوم داون، يعني زرار التوطية بس مع الكابل. تجرب دي الأول، ما جاش يبقى هتوصل تيست بوينت. وقلنا هجيب تيست بوينت منين؟ من هنا التيست بوينت هتدور عليه، أو من على جوجل تبحث عنه، وغالبا هيجي معاك تيست بوينت، يعني كل السبير دي بيجي تيست بوينت. طيب هختار جهاز تاني من انفينكس مثلا، مكتوب قدامه اي دي ال اللي هو اكس 622. ده المعالج بتاعه سناب دراجون 430. يعني المعالج بتاعنا هنا يعتبر كوالكوم، يبقى هوصل تيست بوينت اكيد. هختار من هنا اي دي ال ريس اف ار بي في العمليه دي الاول اهو. هتلاقيه كاتب لك هنا انا في انتظار الجهاز في وضع الكوالكوم اللي هو 9008. ثواني كده وهتلاقيه كاتبها لك اهو. يبقى هتوصل لجهازك تيست بوينت، ملهاش حل تاني، تيست بوينت. حتى لو اخترت فاكتور ريسيت برضه هتوصل تيست بوينت. وقلنا قبل كل ده انا بجرب اول حاجه وضع الايه؟ الميتا، ان انا اوصل الجهاز مطفي من غير ما ادوس على اي حاجه. ده كل كلام في اجهزه الانفينكس. طيب اللي هيمشي على الانفينكس برضو هيمشي معانا على التكنو. يعني لو جينا اخترنا من فوق تاب تكنو، هلاقي برضو وضع الميتا موجود. شايفين وضع الميتا موجودة. لو انا عايز اشيل الاف ار بي بتاعي يبقى هطفي الجهاز، نطفي الاول، هطفي الجهاز وهوصل من غير ما ادوس على اي حاجة. هيبدأ الجهاز يقرا معايا، اسيبه ما اعملش اي حاجة لحد ما يفتح. ممكن يخلص مع نفسه كل حاجة، وممكن يظهر لي على بعد ما يفتح علامة كده تفعيل وضع الاي دي بي، اجي دايس على الدايرة ودايس موافق هيتفعل الوضع ويتشال الاف ار بي. تمام. طب ما جاش معايا وضع الميتا، وهو غالبا هيجي معاك، ارجع لوضع البروم لو كان الجهاز، طبعا مش مختار نوع جهاز هنا، وضع الميتا يمشي على اي نوع جهاز. لكن لو اخترت جهاز معين مثلا زي تكنو مثلا، اختار لك جهاز من هنا، او مثلا اهو تكنو كومن 15 ده، المعالج بتاعه 6765 الام تي كي، بالاحمر الام تي كي اهو. فانا بجيبه كده، لو مش هشتغل بالميتا يبقى هشتغل بوضع البروم، في وضع البرودر بتاعي. هو مختار لي اوتوماتيك فيرجن 1. بدوس اريز اف ار بي كده، هقفل دي الاول العمليه القديمه. ده وضع البروم، هوصل الجهاز تعلية وتوطية. لو الجهاز بيفتح معايا، يعني كل ما اوصل الجهاز يفتح معايا، في الحاله دي هوصل تيست بوينت. طب لو تيست بوينت كمان ما جاش معايا، يبقى برضو اجي من هنا واختار فيرجن تاني واطبق نفس الكلام. طب ما جاش معايا، يبقى هنزل تحت كده تكنو كده واختار المعالج. هنا المعالج 6761، الجهاز اللي انا بختاره المعالج بتاعه 6765. يبقى انا هنزل هنا لحد ما الاقي المعالج 6765 اهو. شايفينه 6765. هختار المعالج كده، يقول لي الباتش لحد 2024، يبقى لحد سنه 2024 هيمشي معايا الجهاز ده. لو متحدث اعلى من 2024 2025 يبقى لازم وضع الميتا، ما فيش حل. تمام. يعني يعتبر نفس الكلام اللي احنا قلناه بالظبط على اجهزه الانفينكس هيمشي على اجهزه الايه؟ التكنو. طيب بالنسبه لاجهزه بس اقول لك حاجه برضو هنا، في مثلا لو دوست على فانكشن كده قال لك في وضع الام تي بي ممكن تتخطى الاف ار بي، يعني والجهاز مفتوح طبيعي، انك تدوس كده هيفتح لك طبعا جوجل، او هيفتح لك اي متصفح وتبدا تمشي خطوات الثغرات، بس غالبا مش تمشي معاك. فخليك دايما في وضع في وضع الميتا، هو افضل وضع انك بتركب الكابل من غير ما تدوس على حاجه، او في وضع البروم انك بتدوس عليها وتوطيها مع اختيار اللي الكاستم ده بتاعك حسب المعالج. هنا ام تي كي 6765 ونفس المعالج، اتاكد ان نفس المعالج انت مختاره عشان العمليه ما تفشلش معاك وترجع تختار المعالج من جديد. ممكن تعمل بعض العمليات التانية مش شرط الاف ار بي، يعني ممكن تفتح بوت لودر للجهاز او تقفل البوت لودر بتاع الجهاز لو كان مفتوح، او تعمل فاكتوري ريسيت، او في حمايه اسمها حمايه بي جوي دي، بتفتح لما تيجي تفتح الجهاز تلاقي الجهاز كده جايب شاشه سوداء او زرقاء ومكتوب الايمي بتاع الجهاز، ممكن تتخطاها من هنا.
تعليق وتوطية او تيست بوينت، وانت مختار برضو نفس المعالج ونفس الجهاز نفس المعالج. كل دي حاجات ممكن نعملها، بس هو الشغل كله دايما بيبقى في الاف ار بي. طيب، بعد ما خلصنا كل الكلام ده تعالى نشوف مع بعض. احنا اتكلمنا عن اجهزه الانفينكس، واتكلمنا عن اجهزه التكنو والسامسونج. طب تعالى نتكلم شويه عن اجهزه الاوبو. لو جينا اخترنا جهاز اوبو من هنا، ادي القائمه بتاعتنا بتاعت الاجهزه المدعومه. طبعا هنلاقي نفس المعالجات. لو جينا اخترنا معالج زي ده اوبو وان بلس، لاحظ ان الوان بلس والريلمي والاوبو يعتبروا شركه واحده، يعني التعامل بتاعهم واحد. ده جهاز وان بلس، ده برضو جهاز وان بلس. لو واخد بالك معالج كوالكم، يبقى انت كده هتحتاج اما تعليق وتوطية او تيست بوينت. غالبا بالتعليق والتوطية بتمشي مع الاوبو والوان بلس والريلمي. يعني مجرد ما بتدوس تعليق وتوطية بيخش وضع الكوالكم بتاعك. دوست اريز اف ار بي كده في دي اهو، اريز اف ار بي. بيقول لك هنا لو انت مش داخل معاك كوالكم في وضع الاي دي ال، يعني مش في وضع التعليق والتوطية، هتعمل ايه؟ هتخش ريكفري. بعد ما تخش ريكفري تختار اللغة بتاعتك انجلش. هتلاقي تحت مكتوب تحت خالص على الشاشة مكتوب في اي ار 1.2. هتدوس عليها كده 3 4 مرات ورا بعض، هيتفعل خيار هيظهر لك قائمة رسالة كده فيها تفعيل اي دي بي. فيها تفعيل وضع الكوالكم. فهتدوس عليها، هيتفعل معاك وضع الكوالكم ويبدأ الجهاز يقرا معاك. يعني المعظم مش بنستخدم تيست بوينت في أجهزة الأوبو إلا في حالات محددة اللي هي أندرويد 15. طيب لو جينا هنا اخترنا معالج تاني، يعني انا اخترت اي دي ال. طب لو نزلت شويه كده واخترت اوبو اي 15 اهو. هنا بقى لما اجي اتعامل مع الجهاز زي ده اعمل ايه بقى؟ باجي هنا اختار البريلودر بتاعي وابدا اجرب فيرجن 1 وفيرجن 2 وفيرجن 3. ما جاش اي حاجه من دول، هختار اخر واحده تحت وابدا اختار المعالج. انا الجهاز اللي اخترته المعالج بتاعه 6765، يبقى كده ادور عليه ما لقيتوش من ضمن القايمه. لو انت خدت بالك مفيش، وقال لك لحد هنا لو انت اخترت دي 2025، دي الاجهزه 2025. اذا لو الجهاز بتاعي مش 2025 خلاص يبقى انا ما عنديش اختيار هنا. عندي 3 اختيارات غالبا بيجي معاك مع فيرجن 2. لما تختار فيرجن 2 وتدوس اريز اف ار بي وتعليها وتوطيها وتوصل هيشتغل معاك. طيب ايه المعالجات التانية برضو الموجودة عندنا على أجهزة الأوبو؟ في عندي مثلا جهاز زي ده كده، وانت خدت بالك فيه 3 حاجات اهو. اوبو اي 1 كي. في وضع الميتا ممكن اشتغل بوضع الميتا اللي هو توصيل الجهاز من غير ما ادوس على اي حاجه. مش هلاقي اف ار بي، فبختار اللي هي الفاكتوري ريسيت دي كده. في كده هختار دي هنا هيعمل فاكتوري ريسيت وفي نفس الوقت هيشيل الاف ار بي. ماشي. طيب ما جاش معايا الوضع ده، لو انه انا متاكد ان هو هيجي مع حضرتك، يعني لو انت جربت تعالى هنا واختار الفيرجن. عندك 3 فيرجن ممكن تختار منه. طب لو جينا مثلا اخترنا جهاز زي اي 18، من الاجهزه الممله الصعبه شويه. لو انا جيت اخترته كده الاي 18 وعايز اشيل الاف ار بي، لو الجهاز ده لحد اندرويد 14 هيبقى عندي التجارب دي. هيبقى عندي فيرجن 1 وفيرجن 2 وفيرجن 3. لو اندرويد 15 يبقى انا هنزل تحت للاخر واختار دي كده، وعندي وضعين. عندي وضعين اقدر اختار فيهم الجهاز ده. بص هنا هو مختار لك الجهاز ده برغم ان المعالج مختلف. لو انت جربت 6 8 7 وهنا 6 7 6 8. طب ما جاش ممكن تجربهم. ما جاش معاك والجهاز بيفتح معاك، يبقى ارجع تاني اختار الفيرجن دي، بس اختار وضع التست، يعني وصل الجهاز تيست بوينت. لو هو اندرويد 15 ما توصلهوش عليها وتوطيه، مش هيجي معاك، هيفضل يفتح. والتيست بوينت ممكن تيجي من على جوجل قلنا، او من هنا من وضع التيست بوينت. لو جينا مثلا اخترنا جهاز تاني
زي، بص انا هنزل لك تحت بدور لك على جهاز يكون سبريد. هنا جهاز السي بي دي. هو نادرا ما هتلاقي في اوبو اجهزه سبريد يعني، بس هي موجوده. اهو مثلا جهاز زي ده ريلمي. برغم انه ريلمي بس هو موضوع في خانه الاوبو، خدت بالك؟ يعني لو انت قاعد عندك جهاز ريلمي انت مش هتلاقي هنا ريلمي فوق، مش هتلاقي ريلمي، يبقى تختار اوبو وتكتب نوع سي مثلا. لو اوبو هتكتب سي بي اتش كذا، لو ريلمي هتكتب ار ام اكس كذا، حسب الموديل على ظهر الجهاز. اخترنا مثلا السي 21 واي، ده بقول لك ان ده معالج سبريد. المعالج بتاعه سبريد تايجر تي 610. طب هتعامل ازاي مع السبريد؟ بنفس الطريقه، هوصل تيست بوينت على طول مباشر، او اجرب تعليق وتوطية الاول. في السبريد جرب توطية بس، توطية بس احسن مع الكابل. او اختار كده، هقفل دي وابدا اختار كده معالج السبريد، ادوس توطية واوصل الكابل، ما جاش معايا هوصل تيست بوينت. ده لو عايز اعمل اليز اف ار بي. ممكن اعمل حاجه تانية لو الجهاز مش بيفرمت معايا، وانا يعني افضل انك تفرمته من الريكفري. ممكن نفرمت عن طريق الاداه ان فاكتوري ريسيت، واوصل توطية مع الكابل والجهاز مصري، او اوصل تيست بوينت. ممكن برضو لو عايز افتح الديكودر بتاع الجهاز من هنا بنفس الطريقه، وهكذا. طب هنا لو دوسنا على الفانكشن، الفانكشن ده يعني وضع الاي دي بي، يعني انا مفعل الجهاز شغال عادي عندي ومفعل وضع الاي دي بي من خيارات المطور. ممكن اعمل حاجات كتير قوي. ساعات الجهاز مثلا يبقى عليه اكونت اوبو، وده نادرا ما نلاقيه يعني، اكونت اوبو. فمن هنا بدوس بشيل الاكونت اوبو من هنا. ساعات الاقي ان الجهاز ديمو مش بيشغل خطوط، انت واخد بالك؟ ممكن بقول لك ريموف ديمو، طبعا دي مش متاحه لكل الاجهزه يعني، الخدمه دي خدمه سيرفر اساسا، بس بعض الاجهزه متاحه ليها، ممكن تجربها من هنا. ساعات تكون انت مغير الايمي بس الجهاز فيه مشكله، لو حدث الايمي القديم هيرجع او الجهاز هيقف، فانت لازم توقف التحديثات. فبتوقف بتفعل خيارات اي دي بي، وبتيجي تختار هنا اي دي بي ديسابل اوتو اي، يعني وقفت التحديثات، وتوصل الجهاز عادي وانت مفعل خيارات المطور وهو شغال عادي. هيبدأ يقرا ويوقف لك التحديثات بتاعت الجهاز عشان الجهاز ما يحدثش معاك. دي اهم الحاجات الموجوده هنا في قائمه الايه، الفانكشن. طيب لو جينا مثلا قلنا هنا مثلا في قلنا مثلا ريلمي سي 2 مثلا، ده كده لو اخترناه هنا مكتوب، لو دوست ده في وضع الميتا اللي هو التوصيل من غير اي ما تدوس على اي حاجه والجهاز مطفي. ممكن تعمل ريد انفو للجهاز تقرا معلوماته. بيقول لك هنا ممكن تقدر تشيل النقش اللي على الجهاز، بس بشرط ان الجهاز ده يكون عليه اندرويد 5.1 او اقل. طبعا ده اندرويد ضعيف قوي، لو الاندرويد ده او اقل يقدر يشيلها. ممكن تعمل سيف فورمات حتى لو جهاز اندرويد عادي. ايه السيف فورمات بقى ده؟ بتدوس عليها وتقطيها وتوصل الكابل عادي، بس الجهاز ساعتها بيعمل ايه بقى؟ بيسيب لك الصور، الاداه بتسيب لك الصور والفيديوهات، بتحافظ لك على الصور والفيديوهات بتاعتك انها تتمسح. بس دي هتلاقيها مثلا في اندرويد مثلا من اول 7 كده لحد 10. اعلى من كده لا، مش هتسيب. اعلى من كده اختار فاكتوري ريسيت بقى، وامرك لله انك تعمل آه، مسح لكل حاجه. لان مثلا لو انت جبت جهاز اندرويد 15 ولا اندرويد 14 وجيت تعمل سيف فورمات، الجهاز بعد ما يخلص هيقعد يراستر، دخلت نفسك في مشكله تانية بقى انك لازم تفلش الجهاز. فما تجربش في اندرويد اكتر من 10 في السيف فورمات. و يعني بكده نكون يعني الى حد ما ان شاء الله كده يعني قلنا كل حاجه. اراجع لك بقى النهارده كده احنا اشتغلنا ايه مع بعض. اشتغلنا اجهزه سامسونج، اشتغلنا اجهزه انفينكس وتكنو، واشتغلنا اجهزه اوبو، وكنا قبل كده شغالين مع بعض اجهزه شاومي. كده كفايه عليكم لان انتوا معلومات كتير جدا يعني. حاولوا تسمعوا الفيديو كويس وتستفادوا من كل معلومه انا قلتها لك ان شاء الله. وان شاء الله في الحلقات الجايه هنبدا نتكلم على بقيه
الحاجات اللي عندنا اللي هي النوكيا واللينوفو والهواوي. وفي حلقة تانية هنتكلم بقى ان شاء الله برضو عن الاجهزة بقى حسب المعالج، يعني مش براند معين. عندك سناب دراجون وام تي كي وسبريد، دول هخصص لهم حلقة محددة عشان دول فيهم شغل كتير قوي. الثلاث حاجات دول اهم حاجة في الانلوك تول، انك تختار حسب المعالج لو الموديل مش موجود. واشوفكم في حلقة جاية ان شاء الله.